يا صباح الأنوار. سنة 2002 طفل صغير اسمه ماجنس كارلسن عنده 11 سنة، لسه صغنطوط خالص، بيلعب في مدينة أوسلو مع راجل أكبر منه في السن شويتين اسمه تورجلي برينسون. الراجل ده مواليد 60، يعني عنده مثلا أيام 42 سنة. وشيء هتقولي مش غريب إن طفل صغير يلاعب راجل أكبر منه في السن، ده شيء بنشوفه في عالم الشطرنج كثيرا ومرارا وتكرارا. ولكن اللي كان غريب الذكاء والانتقاء والشغل. ما تيجوا نشوف. بس قبل ما نبدأ استسمحك لايك، استسمحك سبسكرايب او اشترك، ويلا بينا. E4 E6 D4 D5 دفاع فرنسي. نايت D2 ماشي وماله. نايت F6. نايت F6 طبعا كان ضغط على البيدق بالنايت بتاعه وبالبيدق بتاعه، ابعد يا نايت، بعد النايت. نايت G F3. والمفروض في الاشكال دي بتلعب انت مثلا حاجه زي كده، ويلعب هو مثلا اي حاجه، فتلعب انت كده، فتبقى البيدق بتاعك اللي في الدي انت محافظ عليه بقطعتين. ده المفروض التفريع الرئيسي بتاع هذا الشكل. ولكن هو ما لعبش كده. هو قالك انا عايز انتشر، انا مش فاضي للكلام دوت. لعب كده، بيضغط على البيدق، اضغط براحتك، انا دعمته. بيلعب كده، انا عايز ابيت يا عم. طب ده البيدق بتاعك دوت كده ممكن يسقط بعد حركة الوزير ديت، يسقط. احنا قلنا بقى لو كنا عايزين نحافظ على البيدق كنا هنعمل ايه؟ انا هبيت، خد البيدق. طيب اشكرك يا سيدي. اكل سقط البيدق، ولا يهم ماجنس. اسمح لي اكسب تيمبو على الوزير. اتفضل خد التيمبو بتاعك. اسمح لي انتشر بالوزير بتاعي هنا. اسمح لي اعرض عليك التكسير. لا معلش يا عمو، بعتذر لك، مش هكسر. انا عارف ان انت يا عمو مكار، عايز تكسر عشان معاك بدء زياده وعايز تدخل اند جيم ببدء زياده. لا معلش مش هينفع. انت لو طلعت اصلا البدء الزياده بتاعه كمان سالك، مش هينفع. يا حبيبي اسمع كلام عمو مكسر، معلش مش هينفع. ينتشر هو بالبيشوب بتاعه وعايز يبيت بقى ويلم نفسه. ماجنس ينتشر البيشوب بتاعه ومفيش تبييت، انا بكسب تيمبو على الوزير. بعدنا بالوزير، ابيت بقى. ماجنس ينتشر البيشوب بتاعه، لو بيت هتخسر وزيرك، هتخسر اسف الفيل بتاعك، يعني لو بيت كده خلاص الفيل سقط. كان ممكن بمنتهى الهدوء يكسر، بس هو قالك هو هيدخل الحصان بتاعه في الهجوم ويقرب، انا مش حابب المنظر ده، ولو دي كانت اللعبه الافضل. فلعب الراجل الجميل ده ايه؟ كوين دي 8. وبقى مهدد البيشوب بتاعك بقطعتين، وانت حميد قطعه واحده بس اللي هي الايه؟ اللي هي النايت. مجلس سهله خالص اهو، حمينا البيشوب بتاعنا. كسر. وهنا يلعب كوين اي 7. ليه ما تكرش الحصان مثلا؟ قال لك اصل افرض لو كرشت الحصان راح عامل كده اهو، هعمل انا ايه؟ هاكل. طب ما هو هيديني كش. هبعد. طب ما هو هيديني كش تاني. هاجي كده عشان احمي الكش. ما يعملهاش حاجه تاني غير كده، اللي هياخد مات. ايه ده بقى؟ هيبقى المنظر كده يعني ولا ايه؟ مش هينفع صح؟ فهو الراجل مرضاش يدخل في هذا الامر، ونقل وزيره هنا عشان يحمي كل هذا الايه العك. طيب اسمح لي احط الرك بتاعتي في مكان وعمود مفتوح. ما ما بيضيعش وقت، والراجل كل ده لسه يعني مش عارف يبيت. طب امشي بقى يا حصان دلوقتي. اوبس، ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ نشوفها تاني. كوين اي 7 قصاد الطابية. انت عايز ايه اللي يحصل يا عم؟ اكل يعني الوزير بتاعك؟ طب ولما الوزير بتاعك تعمل ايه؟ كش.
كلت. هاكل كمان الطبيعي. بقى معايا قطعة زيادة. شفت التضحية وجمالها؟ نشوفها تاني. بعد كده هو ياكل كده مثلا كش، خلاص خلص الدور. معاك قطعة زيادة، خلص الدور، خلاص انتهى. طبعا الراجل مرضاش يعمل كده، فلعب لعبة أسوأ. لعب كده. ماجنس قال له طب هات الطبيعي. قال له طب هات الوزير. قال له ما هي كش. كلنا كمان رخ. كده بقى ماجنس معاه ايه؟ معاه رخين وحصان. كده يبقى ماجنس معاه اكنه معاه قطعة وبدأ زيادة. تمام. طيب رجعنا بالنايت اللي كان متهدد يا عم. العب الاف 6. اسمح لي اضغط على الحصان بتاعك. كلت. انا اكلت. انت اكلت. انا اكلت بكش. رجع. حمينا النايت. ما بنرجعش على بالنايت. طيب يرجع في هذا المكان الجميل. ماجنس يروح لاعب كده. تعالى اديني البدء اكله. مفيش بادئ. طيب هلعب البدء كده. انا هجيب الروك كده. طب ما انا اكلها. يا ريت، عشان اديك كش واكل الوزير. مش هينفع. فالراجل يلعب لعبة خبيثة جدا. ايه هي؟ مهدد الرخ بتاعتك بالوزير ومهدد الرخ التانية بالملك. هتخسر رخ. هخسر رخ. طب كش. رجع. اسمح لي اطلع كده. وكل الامور محمية وكله تمام. جدير بالذكر ان الانجن في هذه اللحظة بيقول لك كل كده، دي احسن لعبة ليك. انت متخيل؟ طيب مهم. الراجل لعب السي 5. ماجنس جاب الرخ بتاعته هنا، وهينزل هيدي كش مات ملهاش حل. الراجل المسكين يا عيني يعمل ايه يعمل ايه؟ كمحاولة له بقى من، مش عارف نقول ايه يعني. كل كده. اكل كده. اكل كده. وبعديها سلم على ماجنس وقال له يا ابني اشوف وشك بخير، ولو احسن ما اشوفش وشك تاني يكون افضل. ومشي. انسحب. ماجنس يبدو ان هو اتولد ماجنس من زمان جدا. اشكرك لحسن متابعتك. سبسكرايب، اشترك عشان نكمل وتشجعني اكمل في السلسلة دي اللي اتمنى تكون سلسلة مفيدة وممتعة. يعني حتى لو ما استفدناش يبقى استمتعنا، بس انا متأكد ان احنا هنستفيد ونستمتع. اشكرك لحسن متابعتك وسلام.